6 موبايلات موجودين حاليا في السوق المصري بيقدموا قيمة عالية قوي مقابل السعر. كل موبايل منهم يعتبر هو المنفرد في فئته السعرية، ملوش منافس حاليا. قريب قوي هتقول يا ريتني كنت لحقت واحد من الموبايلات دي. فعلى طول كده ما تنساش تصلي على النبي، لايكك، اعمل شير عشان الكل يستفاد. اما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه انك ريفيوز. واول موبايل من الموبايلات دي هو الموتورولا ايدج 16 برو. ايوه قريب هتقول يا ريتني لحقت الموبايل ده واشتريته، لاسباب كتير هقول لك عليها دلوقتي. اولا ومبدئيا الموبايل ده سعره 23000 جنيه، 12512، يعني بمعنى اصح الموبايل ده على الورق دلوقتي ارخص من الاونر اكس 9 دي، ارخص من الاونر 400، وارخص من الفيفو في 60 ال 5 جي. والفرق ما بينهم على فكره في السعر كبير، يعني بتتكلم في 2000 جنيه اقل واجب ما بين الموبايلات دي في سعرها وما بين الموتورولا ايدج 16 برو. ولكن اللي انت مش واخد بالك منه ان الموبايل ده كتوليفه على بعض هو يعتبر اقوى منهم شويه حلوين. الموبايل ده فيه اللي بيعادل الاوبو رينو 14 اللي صعب تلاقيه دلوقتي اقل من 27 28 الف جنيه. صعب قوي انك تلاقي موبايل يقرب حتى من الموتورولا، مش بقول لك ينافسه، لا انت صعب تلاقي موبايل يقرب منه. وبرضه مستحيل في الفتره اللي احنا فيها دي انك تلاقي موبايل يدي لك كل ده بسعر 23000 جنيه. واهم ما يميز الموبايل ده اولا ان الموبايل ده بيدي لك 3 كاميرات، منهم كاميرا تليفوتو 10 ميجا بكسل صورها ممتازه، احسن كمان من الكاميرا التليفوتو الموجوده في الاوبو رينو 14، بكاميرا اساسيه حلوه وكاميرا الترا وايد وكاميرا اماميه، وموتورولا ممتازه قوي في تجربه الكاميرات بتاعتها. زائد ان انت معاك معالج دايمنستي 8350. لو انت مش مدرك مدى قوه المعالج ده ايه على الوضع الحالي في السوق المصري، فعايز اقول لك ان في موبايلات بمعالج اقوى منه شويه بتتباع دلوقتي فوق ال 30000 جنيه. والموبايلات اللي بتيجي بالمعالج ده ما عادتش موجوده دلوقتي، يا اما هتروح تجيب الانفينكس جي تي 30 برو ب 22000 جنيه وهتفتقد الكاميرات وهتاخد موبايل بيسخن وموبايل مش هيعجبك تماما، يا اما تروح تجيب الاوبو رينو 14 ده لو لقيته اصلا وتدفع ال 27 28000 جنيه عشان تاخد المعالج ده، وبرضه هتاخد 256 مش هتاخد 512. ده زائد كمان ان انت معاك اندرويد خام سلس ما فيهوش اي مشكله. هو الموبايل جايب اندرويد 15 بس الموبايل معاه 3 سنين سوفت وير ابديت عادي ما فيش اي مشكله. ايه اللي يمنعك انك تسيب صفقه خطيره زي دي؟ لو انت واحد عايز تجيب موبايل وتبيعه بعد فتره مع الموتورولا، للاسف مش بيمسك سعره زي سامسونج واوبو وهكذا، اي شركه من الشركات الكبيره دي هيكون احسن لك مع الوقت. لكن غير كده يا باشا انت ما عندكش اي مبرر انك تفقد صفقه زي دي. بصراحه مفيش اي موبايل دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه يقرب حتى من الموبايل ده. اما بالنسبه للموبايل رقم 2 هو الموتورولا جي 35. ايوه ركز بقى معايا، لان انت دلوقتي لو عايز تجيب موبايل في الحنين منه في السوق المصري في فئه ال 7000 جنيه، انت مش معاك الا 7500 جنيه، من 7 ل 7500 مش قادر تزود اكتر من كده، او حتى معاك اقل من 8000 جنيه بحاجه بسيطه مش قادر تطلع للثمانيه من الاخر. فالموبايل ده صفقه، لان الموبايل ده 8256 ب 7500 جنيه. ليه الموبايل ده صفقه بقى؟ اولا الموبايل ده الوحيد على فئته السعريه اللي بيقدم لك تصوير فيديو 4K، الوحيد على فئته السعريه اللي بيقدم لك كاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد وبيقدم لك افضل تصوير بدون مبالغه، الوحيد على فئته السعريه اللي بيقدم لك 8 256 جيجا. وعشان تروح تجيب اي موبايل تاني 8 256 هتجيبه تعبان مش بيقدم اي حاجه. الوحيد على فئته السعريه اللي يعتبر متوازن بشاشه اي بي اس فول اتش دي بلس كويسه، وفي نفس الوقت بيدي لك السماعات الاستيريو. امال ايه عيوب الموبايل ده او ايه اللي ممكن يبعدني؟ هقول لك، لو انت عايز اقوى تجربه العاب او انت جيمر وعايز تلعب لازم تزود او تضحي وتروح تجيب الانفينكس هوت 60 ال 5 جي عشان تاخد تجربه العاب اقوى، بس ساعتها هتفتقد الكاميرات، هتفتقد الشاشه الفول اتش دي بلس، وهتفتقد تصوير ال 4K، وهتفتقد السماعات الاستيريو، وكمان هتفتقد ال 8 256. فبرضه ارجع واقول لك تاني، لو بتدور على براند اكيد هتضحي بصفقه زي دي وهتخسرها للابد. اما لو مش فارقه معاك كلمه براند او انت مش جايب الموبايل عشان بعد فتره ترجع تبيع تاني ومش حاطط في دماغك المكسب والخساره والكلام ده، فالموبايل ده صفقه لن تتكرر تاني. صعب قوي ان اجيب لك موبايل دلوقتي من 7 ل 8000 جنيه نفسه. واللي هيقول للتكنو سبارك 30 برو، فالتكنو سبارك 30 برو هنجيله دلوقتي سعره زاد بقى 8500 عشان بس اللي فرط في الموبايل ده ايام ما كان تحت ال 8000 جنيه.
الموبايل رقم 3 هو السامسونج M55. الموبايل ده حكايته حكاية بصراحة، موبايل محترم قوي، ولكن الموبايل ده بيظهر ويختفي وسعره يطلع وينزل وهكذا. الموبايل ده مش مفهوم. 8256 دلوقتي النسخ منه محدودة قوي، بيتباع ب 14500. ليه الموبايل ده صفقة مش هتتكرر تاني؟ لأن الموبايل ده موبايل محترم، بيجي بمعالج من كوالكوم سناب دراجون 7 جين 1. قليل قوي لما بتلاقي سامسونج بتحط لك معالجات غير اكزينوس، وخصوصا لما بتكون معالجات من كوالكوم. في نفس الوقت الموبايل ده واخد حاجات من ريحة الاي 36 والاي 56 اللي اغلى منه، ومش مضحي بحاجات كتير زي ما الاي 26 مضحي. انت لو بصيت على الاي 26 في مصر 8256 هتلاقيه فوق ال 14000 جنيه، في حين ان السامسونج ام 55 الافضل منه اللي بيقدم شاحن 45 واط، معالج سناب دراجون 7 جين 1 افضل، كمان بيقدم شاشه افضل اموليد بالهول بانش 120 هرتز، مش ووتر دروب نوتش، مع السماعات الاستيريو بيجي لك ب 14000 ونص. الاي 26 في نفس سعره، والحاجات دي كلها بيتفوق فيها الام 55. لو هقول الاي 26 بيتفوق في ايه، هقول ان عليه طبقه حمايه على الشاشه، انه ظهره من الازاز، وانه بيدعم مقاومه الغبار والميه، لان الام 55 لا يدعم اي معيار من معايير مقاومه الغبار والميه. ولكن غير كده يا باشا، الام 55 ده صفقه ممكن تندم عليها قدام، لان اختيارات سامسونج هنا تعبانه، وعشان تجيب الاي 36 اللي هو بدايه الفئه المتوسطه عند سامسونج هتدفع 18 او 17500. فالسامسونج ام 55 يعتبر افضل لك دلوقتي. وبالنسبه للموبايل رقم 4، وده بجد هتندم عليه، هتندم عليه في الفتره اللي جايه وهتحس بقيمته قوي، هو السامسونج اس 25 اف اي، فلاج شيب كيلر زي ما بيقول الكتاب، وسعره خطير. الموبايل سعره زاد، ولكن 8256 دلوقتي ب 34000 ونص، ولكن يستاهل. هقول لك يستاهل ليه؟ لان الفيفو في 70 ال 5 جي الجديد ب 32000 جنيه 12256، وده موبايل فئه متوسطه عليا، لكن السامسونج فلاج شيب كيلر بشاشه فلاج شيب كيلر محترمه، شاشه دايناميك اموليد بتاعت سامسونج الفلاج شيب، معاه 7 سنين سوفت وير ابديت باندرويد 16 بيطلع من العلبه، معالج هو معالج فلاج شيب كيلر اكزينوس 2400. طبعا هو مش الموبايل الافضل في اداء الالعاب، ومش الاحسن على مستوى اداء الالعاب، لان بالمناسبه البطاريه هنا 4900 ملي امبير، مش افضل بطاريه يعني، ولكنها بتكمل اليوم. بس بتاخد فخامه تصميم، بتاخد تجربه كاميرات ابعد ما يكون عن اي موبايل موجود هنا. ده موبايل فلاج شيب كيلر يا جماعه، بيقدم تجربه تصوير صور وفيديو خطيره، على عكس حاجه زي الفيفو، موبايل محترم او كل حاجه، بس موبايل فئه متوسطه عليا. سامسونج اس 25 اف اي قريب مش هتلاقيه، يا اما سعره هينط فوق ال 40000 جنيه زي بقيه موبايلات الفلاج شيب كيلر، فده صفقه ممكن تندم عليها في الوقت اللي جاي. وبالنسبه للموبايل رقم 5 هو الفيفو في 60 لايت ال 5 جي. قلت كتير جدا ان اللي فاتوا الموبايل ده صدقني هيندم لما يشوف الفيفو في 70 اف اي بينزل، اللي هو الجيل الجديد منه، وهيكون سعره 20 او فوق ال 20000 جنيه. هيندم ساعتها اكبر ندم، لان الموبايل ده دلوقتي سعره 15750 8256، ودي النسخه اللي عايزك تركز عليها. معالج محترم دايمنستي 7360، مش بيلعب بال 90 فريم، ولكن المفروض انه يلعبهم عادي، مفيش اي مشكله. شاشه قويه اموليد 120 هرتز، حواف قليله بالهول بانش، شكلها شيكه قوي، مسطحه، زائد كمان ان انت معاك بطاريه 6500 ملي امبير مع شحن 90 واط، وفي نفس الوقت تجربه كاميرات حلوه بكاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد، تصوير 4K في كل الكاميرات، ودي حاجه كويسه، بسماعات ستيريو. كل حاجه موجوده في الموبايل ده. صدقني صعب قوي انك تلاقي موبايل بيقدم لك اللي الموبايل ده بيقدمه على فئته السعريه دلوقتي. الموبايل ده كل الموبايلات اللي حواليه زادت، الا هو ما زادش بفرق كبير. اعتقد ان الفتره اللي جايه يا هيزيد قوي ومش هتقدر ان انت تشتريه، يا اما هيختفي خالص مجرد نزول الفيفو في 70 اف اي. واخيرا التكنو سبارك 30 برو، سفاح الفئه بتاعت ال 8000 جنيه من وجهه نظري. انا كنت بقول لك ان الموبايل ده ب 7850 قبل ما الاسعار تزيد قوي، كنت بقول لك الموبايل ده صاروخي، الموبايل ده ما يتعوضش. الموبايل ده دلوقتي سعره زاد على فكره، بعد ما تم تسليط الضوء عليه الفتره اللي فاتت، وخصوصا ان في ناس كتير بدات تاخد بالها منه. سعر دلوقتي النسخه 8256 8500، وارجع واقول لك ان بعد الزياده دي يظل موبايل اسطوري، موبايل مش ناقصه اي حاجه على فئه 8000. انت اصلا في الوضع اللي احنا فيه ده عمرك ما هتتخيل انك تاخد موبايل بشاشه اموليد 120 هرتز، زائد كمان انك بتاخد معالج جي 100، تجربه كاميرا اساسيه حلوه، كاميرا اماميه حلوه فيها فلاش عشان تساعدك في التصوير الليلي، بطاريه كويسه 5000 ملي امبير عادي تكمل معاك اليوم، شحن 33 واط، زائد كمان ان انت معاك سماعات ستيريو، معاك 8256، تصميم يعتبر كويس جدا. كل اللي انا بكلمك فيه ده في فئه 8500 جنيه. صعب انك تلاقي موبايل من
اي شركه من الشركات في الفئه السعريه بتاعته دي يقدر يقدم قيمه بالمنظر ده مقابل السعر. صعب اصلا انك تجيب اي حد تقول له تتوقع ان انت عندك موبايل دلوقتي في مصر في الظروف اللي احنا فيها دي ب 8000 جنيه بيجي بشاشه اموليد ومعالج محترم وشبكات كويسه، وفي نفس الوقت بيقدم تجربه كاميرات حلوه ببطاريه كويسه بسرعه شحن كويسه بسماعات ستيريو. هيقول لك ان انت هتاخد موبايلات اقتصاديه تعبانه، لان الموبايلات اللي كانت ب6 هي دلوقتي الموبايلات اللي بتقرب من ال8 وفوق ال8 كمان. بص الاونر اكس 6 سي بكام دلوقتي، بص الاونر اكس 7 دي بكام دلوقتي، بص كل الموبايلات التعبانه من ريلمي ومن غيرها من الشركات واوبو بقت بكام دلوقتي اللي في الفئه الاقتصاديه. فموبايل زي ده لو انت فرطت فيه في فئه ال 8000 جنيه حتى بعد ما سعره دلوقتي بقى 8500 مش هتلاقيه تاني، ولا هتلاقي موبايل في الوضع اللي احنا فيه يقدر يدي لك اي قيمه جنب الموبايل ده مقابل السعر. دول 6 موبايلات لو انت عايز موبايل بيقدم قيمه مقابل سعر قوي، تحس ان انت ما خسرتش في الوقت اللي احنا فيه ده، في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي، خدت موبايل صفقه ما تاثرتش باي حاجه. لازم تركز على واحد من ال6 موبايلات دول. ما تنساش في اخر الفيديو انت تقول لي رايك، لايكك، سبسكرايبك، فعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد، وكالعاده انتظرني فيديو جديد وسلام.